صبحكم الله بالخير ورمضان كريم، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. طبعا صورت لكم أجواء المطر داخل المحمية. طبعا داخل عليهن مي وصايرة رطوبة، وبعد الحمد لله والشكر على كل حال. طبعا هاي الخانة مال الديك الهراتي، قاعد تشوفون المي اللي قدامها. الحمد لله والشكر صارت عندنا تفقيسة لهاي الدجاجة. اثنين طبعا الحمد لله، واحد طلع على الديك البراهمة، وواحد اعتقد على امه ابيض. والحمد لله والشكر رغم ما هن اثنين، بس نقول الحمد لله. هذا الجو الممطر. الصبح هاي يوم 3/19/3. هذا الديك البولوني، وهاي الدجاجة الشوكية. طبعا هم خانتهن متنقعة بالكامل داخل الأموي. طبعا هذا الديك الإسباني، واضح أو مو واضح لكم. وهاي الدجاجة الكوجن خليته وياه بخانة، لأن من طلعه يتعارك ويا الديوكي، وخصوصا علاقته كلش مو قوية بالبراهمة. طبعا أمطار خير من الله، الجو يعني كلش أمطار بيه قوية، والحمد لله والشكر على كل حال. طبعا هذا الديك الإسباني أول ما جبته بقوي الدجاج البراهمة وتعود عليهم، لا يكتلنا ولا هو يعبث وياهم، لأني كتاكيت العبد، كتاكيت أم العبد صحتهم خير من الله الحمد لله والشكر. رغم ما هن بطن بس يعني، لكن أحسن صحتهم زينة وكلهن زين. وهذين الكتكوتين مال الدجاجة الكوجن، مثل ما قلت لكم بدأت تبيض ونفرتهن. هذا الكتكوت برقيبه هن اثنين. هذا طبعا من امس انا شكيت بيموت، اليوم كلش حالته تعبانه. تشوفون شلون حتى قوه يوقف، وبعد على الله. طبعا امس جربت عزلت الدجاجة هاي مزهر بالمكان اللي تبيض بيه، وكركت بعد ما ادري تستمر تقوم، والله كريم. وهاي ام نعيم رقدتها على بيض الاكثر براهمة. هاي الدجاجة البيضة اكثر شي بيضاتها. هاي تشوفونها تقريبا صار له 4 ايام، وبعد على الله ويا الاجواء الماطرة. طبعا والاكثر يقولوا لي صور لنا الحديقة وين صارت ايش زرعت. طبعا الحديقة مثل ما تشوفون جهزتها للموسم الصيفي، بامية وريحان، وإن شاء الله طرح، رغم ما هي صغيرة بس الله يطرح بها البركة إن شاء الله.
وإن شاء الله من أزرع هم أصور لكم إياها. لكن أحبابي أنا أشكركم على القناة، وصلت 75 مشترك، لكن همتكم باللايكات. طبعا اللايكات لا تخسر، وأحسن بأن عندي شيء أقدمه لكم من تصعد اللايكات، فأرجو منكم يعني تطون لايك توصل لأكثر مشاهدة، وبالتالي يعني تصير مشتركين ونقدر نطور من المحمية ومن القناة. وبنهاية الفيديو أتمنى لكم الموفقية ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية.